السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم ميدي سبور. سنقدم لكم في هذا العدد أحداثا حصرية وجديدة، وسندخل مباشرة في الموضوع. كما شاهدتم في العنوان، فقد يتعرض فريق الأهلي المصري لعقوبات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عقب أحداث المباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. المباراة التي شهدت أحداثا كثيرة تتمثل في الاشتباكات بين اللاعبين والعبارات العنصرية من طرف الجماهير المصرية ضد فريق الهلال السوداني، الذي اعتبرتها مكونات الفريق الأزرق إساءات وتجاوزات كبيرة في حق الفريق المذكور. كما جاء على لسان الكاتب العام للهلال السوداني أنها هذه هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى هزيمة التي تلقاها فريق الهلال السوداني، وأدت إلى إقصائهم من البطولة نظرا للظروف المحاطة بالمباراة، التي أثرت بشكل كبير نفسيا ومعنويا على جل مكونات الفريق، مما أدى إلى رفع شكوى ضد الأهلي المصري من المكتب المسير لفريق الهلال السوداني حسب موقع العربي الجديد، وموقع رسمي للنادي الهلال السوداني، الذي أكد صحة الأفعال المنسوبة إلى الفريق المصري الموثقة بفيديوهات وصور وتسجيلات بشهادة مندوب المباراة. لهذه الأسباب وغيرها، قد تواجه فريق الأهلي المصري عقوبات تتمثل في غرامات مالية ولعب المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري، الأمر الذي يصب في مصلحة فريق الرجاء البيضاوي الذي يمكن أن يلعب المباراة القادمة ضد فريق الأهلي المصري بدون جماهير في استاد القاهرة، الأمر الذي انتبهت له مكونات الفريق الأخضر وعجلت للبحث عن محاولات من أجل توقيع عقوبات على النادي الأهلي بسبب شكوى الهلال السوداني ضده وضد جماهيره. وكشفت صحيفة المنتخب المغربية مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل بخصوص وجود محاولات من مسؤولي نادي الرجاء الرياضي لعقد جلسة مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي القجع. وأوضحت الصحيفة بأن مسؤولي الرجاء تمكنوا من تحقيق هدفهم من أجل طي خلاف مع فوزي القجع، وذلك بعد أزمة إطلاق هاشتاغ منسوب إلى جماهير الرجاء الرياضي، والتي تتهم فيها فوزي القجع بعدم مساعدة الفريق الأخضر والتدخل في المشاكل التي تواجه النادي، باعتباره رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدافع عن الفرق الوطنية داخل وخارج الوطن، عكس الوداد البيضاوي الذي لقى دعما كبيرا من طرف القجع في المباراة الشهيرة وفي النهائي ضد فريق الترجي التونسي، وعدم مساعدته لفريق في مباراة ضد الأهلي المصري الذي شهدت ظلما كبيرا للرجاء، ضربة جزاء خيالية وانحياز كبير للأهلي المصري من طرف التحكيم. وعقب هذه الأحداث الأخيرة لم يحرك فوزي القجع ساكنا ولم يخرج حتى في تصريح، الأمر الذي اعتبرته جماهير الرجاء الرياضي بأنها مؤامرة للإطاحة بالفريق الأخضر. فهل تنجح إدارة الرجاء في طي الخلاف مع فوزي القجع؟ وهل سيدخل فوزي القجع لمساعدة الفريق الرجاء البيضاوي ومعاقبة فريق الأهلي المصري ضد الهلال السوداني؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في الأيام المقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في عدد قادم إن شاء الله.